الأخ الرئيس، نسينا أم الشهيد؟ في منكم راح المقابر؟ هل في منكم شاف أعلام حمر؟ هل كانت أعلام زينة؟ كانت والله الأخ الرئيس يا أحمد عبد العزيز السعدوني اللي أثق فيك، كانت رسالة موجهة لك كلنا. يقولون عطينا الدم، عطينا الدم عشان اليوم توقفون تتكلمون كلمة الحق، لا ينخرونكم. هلا بالكويت يقولون الأسرى، يقولون الشهداء، يقول هلا بالكويت لا ينخرونكم، هلا لا يفرقونكم، هلا بوحدتكم. هذا الدم اللي عطوه. الأخ الرئيس يقول العالم يقول هل الصراع اللي صاير والعالم بصبه وانتم، هل هذه القضية تخص الكويت ولا تخص جزر الوقواق؟ هل هذه قضية تخص الكويت؟ العالم كله منهمر والعالم كله منصب والفضائيات تقول والعالم تقول، واحنا في صراع مع النفس مع شديد الأسف. يقول هل هذه جزر القمر؟ حتى والله لو جزر القمر، هل هذه أفغانستان ولا الكويت؟ يا جماعة نسينا حتى هويتنا، اقسم بالله خليتونا ننسى هويتنا. لا تدخلون في نفق مظلم، لا تتسيدون علينا يا اخوان. ترى بقى مكانين، بقت وزارة الخارجية ووزارة الإعلام. نعم بقت وزارة الخارجية ووزارة الإعلام، وهذا في لنا الأخ الرئيس ملف إن آجلا أو عاجلا راح نفتحه مع الحكومة. هي اللي أوصلتنا هذا الموضوع، وهي اللي وصلتنا هذا الحق، وهذا اليوم بنتحاسب فيه. بس يا اخوان بس يا اخوان، انا ارجو ان اوجه الكلام للحرس. تصفيق اي عضو من داخل المجلس بما في ذلك الاخ رئيس الوزراء لا يعني السماح للحضور. الاعضاء من حقهم ان يعملوا ما يشاءون، لكن هذا لا يعطي الحق. المسؤول عن تطبيق النظام هنا هو رئيس المجلس، مو واحد ثاني. تفضل يا عباس. انا ارجو ان نتعامل مع لائحه ومع دستور، ووفقا للائحه والدستور المسؤول عن التطبيق هو رئيس المجلس. تفضل يا عباس. بس يا اخوان ارجوكم، انا ما التصفيق من احد، انا لا اريد التصفيق من احد لي. التصفيق هو للكويت ولدستور الكويت. تفضل يا اخ الرئيس.